والله بعد الماتش الجميل اللي الواحد لسه متفرج عليه، الزمالك ومودرن سبورت في كاس مصر اللي خلص ب 2-1، لازم الواحد يطلع يتكلم. وبرضه مش طول عليك، هم حاجتين: لعيبه ومدير فني. طيب اللعيبه نبتدي بحارس المرمى. صبحي ما ينفعش يقعد دكه العواد. هل صبحي بيغلط؟ صبحي بيغلط. طيب هل غلطاته زي عواد؟ لا. طب هل بيشلك زي عواد؟ لا، عواد ما بيشيلش اصلا. يعني خلينا نتكلم بصراحه، عواد ما بيشيلش. عواد اللي بيشيله يعني تحس انها جت حظ. لان عواد مش فاشل، علشان برضو ما يخسفش بالارض. عواد مش فاشل، ولكن عواد غلطاته كتير قوي. الاجوان السهله اللي ممكن يصدها ما بتتصدش. صبحي شابوه، يا رب يكمل على كده، استمراريه برضو كويسه. لسه شاب صغير، تقدر الناس تدعمه، فممكن يتالق اكتر واكتر، وتحس ان هو حارس بجد، حارس مرمى تقيل. طيب صلاح مصدق. انا بقالي كتير ما شفتش مدافع او لعيب محترف بيجي يلعب لك من اول ماتشين ثلاثه بالريتم ده، بالسهوله دي. غلط النهارده، غلطه، ولكن طول الماتش هو كويس. هو خرج. ما عنديش سبب حاليا ان هو خرج ليه، ولكن ممكن تقول ان هو بيسيبه برضو الماتش القمه الجاي ليوم الثلاث ان شاء الله. فهو فرده تقيله، فرده حلوه، فرده دفاع بقالها كتير ما شفتهاش في نادي الزمالك. طيب حسام عبد المجيد لا غبار عليه. ما شاء الله عليه، الونش تاني لسه او توب فورم. عندك احمد حسام، علامة استفهام، جبته ليه؟ معرفش. طيب بنتايك هو برضو تاني لعيب محترف، بقالي سنين ما اتفرجتش على لاعب بيجي نادي الزمالك بيأدي لك من اول ماتش ليه، وبيستمر. فده يحسب من الحاجات القليله قوي بصراحه اللي تحسب لاداره نادي الزمالك، التعاقدات اللي تمت دي. وطبعا صلاح مصدق ما كانش اداره نادي الزمالك، كان ميدو وعمر الجنايد. طيب ننتقل قدام. دونجا. انا بس مش عايز، يعني هما الاثنين بالنسبه لي واحد، دونجا وعمر جابر. دونجا النهارده اول مره اشوفه يعني حد بيوظفه في مكان يطلع منه حاجه. والله يعني فكره ان انا لعبه ما بين المدافعين، لانك اصلا هجوميا ما بتعملش حاجه. انت بول قطر كويس، ولكن انت هجوميا ما بتعملش حاجه، ما بتعملش حاجه. اللونج باس صفر. بتعمل مثلا كي باس ما بين الخطوط بلح. طيب ايه وجودك مثلا ولما الزمالك بيهاجم بتعمل ايه؟ بتخش في المساحه الفاضيه، بتخلي عبد الله السعيد يتحرك. ما بتعملش حاجه. فقال لك يا معلم خلاص تعالى ارجع بره المدافعين، نلعب شغل الليبرو والكلام ده. مفيش، ما عندوش كوره. هو بيقطع بس. اللي صاحبه هو عمر جابر. الناس عمر جابر احسن موسم ليه ومش عارف ايه، ونضج بعد 33 سنه ولا 34 سنه. والله العظيم هو زي ما كل الناس بتقول، هو فعلا لعيب جبان. هو لعيب جبان. هو لعيب مش عايز يطلع اكتر من اللي عنده. هو للاسف رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. هو ما عندوش كتير. سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي بره النادي قولا واحدا. اللي جدد له ده اقسم بالله لازم يتحاسب. بجد اللي جدد لسيف الدين الجزيري ده لازم يتحاسب. لان سيف الدين الجزيري المساحات، ده مش طبيعي في المساحات، بيقطع مش عارف ايه.